السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناة محمد كريم. شرفتونا نورتونا. آه، من يومين بالظبط كان في موضوع خاص بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي اللي بيترأسه الفنان حسين فهمي. كان في موضوع كده أثير في المهرجان وعمل ضجة، وفي ناس كانت معارضة وفي ناس كانت آه، يعني مع أصحاب الموقف دوت. آه، كان في اتنين فنانين، فنان اسمه وائل العوني. وائل العوني ده يا جماعة اللي ما يعرفش، وائل العوني ده ممثل في فرقة مسرح مصر مع الفنان أشرف عبد الباقي، وكان بيعمل أدوار صغيرة وشارك في بعض الأفلام. أدوار صغيرة كان بيطلع فيها وبعض المسلسلات كمان. وكان معاه فنان اسمه حسن الهلالي. حسن الهلالي اشتغل قبل كده في افلام ككومبارس، وكان بيظهر في بعض الافلام يقول جمل صغيره والكلام دوت. وحاليا معاه حساب على التيك توك، ومن خلاله يعني بيشتغل على التيك توك والكلام دوت. المهم، عمنا وائل العوني وعمنا حسن الهلالي سمعوا ان في ختام لمهرجان القاهرة السينمائي. قال لك احنا ايه، نروح هناك وندخل المهرجان. لما حبوا ان هم يدخلوا المهرجان، ان ادارة المهرجان برئاسة الفنان حسين فهمي اعترضوهم وما رضيوش ان هم يدخلوهم المهرجان. ليه ما رضوش يدخلوهم المهرجان؟ عشان خاطر ايه؟ ان هم ما رايحينش بالزي الرسمي. دي حاجة. تاني حاجة ان هم كمان ما كانش ليهم بطاقات دعوة للمهرجان. فبناء عليه الادارة او الامن الخاص بالمهرجان رفض ان هو يدخلهم المهرجان. هل وائل العوني ولا حسن الهلالي يسكتوا؟ لا، عملوا دوشة وقعدوا يقولوا احنا مصريين، واحنا ازاي ما يرضوش يدخلونا، وانا مصري وانا مش عارف ايه، وانا والكلام ده كله. الموضوع ده يا شباب، عايز اقول لكم ان انا شخصيا السنة اللي فاتت بالتحديد احد الصحفيات كلمتني، وانا علاقتي بيها طيبة جدا. قالت لي بالظبط كده: انا عندي فكرة تشهرك وتخليك تسمع يعني وتبقى ترند. وقلت لها: طب ايدي على كتفك يا استاذة، ايه هي الفكرة دي؟ قالت لي: بص، انت هتروح ختام مهرجان القاهرة السينمائي، وانت كده كده هتروح هناك مش هيرضوا يدخلوك، فانت وطالع هتعمل دوشة وتعمل بوليكة وحدوتة وقصة وفيلم هندي، واحنا نكون في استقبالك بالكاميرات والمايكات، ونقعد نسألك ايه اللي حصل معاك ومش عارف ايه، وهم ليه ما رضوش يدخلوك، وهم ليه ما رضوش بيعملوا معاك كده، انت مش مصري، انت مش عارف ايه بتاع، على اساس ان انت تجتذب او تكسب تعاطف الناس معاك، ويبقى موضوع الناس تتكلم فيه والكلام دوت. انا طبعا وقتها قلت لها: يا استاذه لا، ما ينفعش، انا مش هروح اعمل دوشه واعمل قصه واعمل حدوته واطلع ترند بطريقه سهله ورخيصه زي كده. انا ما يعني لما احب اطلع مثلا ترند او اعمل ترند في حاجه، اعمل ترند مثلا في حاجه احس انها فعلا قدمت شيء للناس، خدمت الناس. انما ان انا اطلع اعمل ترند ان انا اتطردت من مهرجان ومش عارف ايه طب وليه؟ ف الموضوع ده موضوع فاكس وموضوع رخيص. ان انا مش مدعو في مهرجان زي ده، وده مهرجان القاهرة الدولي السينمائي. ده مهرجان عالمي ويعتبر الوطن العربي كله بيشوفه. فانا مش مع ولا ضد، انا بطرح الموضوع ليكم، وبطرح وجهة نظري اللي حصلت معايا شخصيا ليكم. انا بقول لكم ان احد الصحفيات قالت لي باللفظ: انت تروح المهرجان وتعمل لك دوشة هناك، لان هم كده كده هيرفضوك، لان انت لا مبعوت لك دعوة، ولا انت
مقيد مثلا في نقابة المهن نقابة المهن السينمائية والكلام ده، تمام، نقابة المهن التمثيلية والكلام ده. بس فأنا الموضوع ده رفضته السنة اللي فاتت. أخونا الله أعلم بقى الموضوع، صحافة كلمتهم، مين قال لهم روحوا اعملوا القصة دي. لأن أنت بمنتهى البساطة إدارة المهرجان بتبعت لك دعوة كفنان مصري، بتروح تحضر المهرجان ومش عارف ايه والكلام ده كله، بتروح بزيك الرسمي وبتدخل. انما انت مش مبعوت لك دعوة ومحدش طلبك، ورايح بزي عادي، ولا لابس ولا عامل ولا اي حاجة، تمام. فيعني هو الموضوع فاكس وباين قوي. ولكن في النهاية انا بطرح عليكم الموضوع، بطرح عليكم اللي الناس كلها بتتكلم فيه، وبطرح عليكم اللي حصل معايا شخصيا. وفي النهاية الرأي الأول ليكم، هل اللي حصل ده صح ولا غلط؟ وهل اللي أنا بقوله ده، هل كلامي صحيح مظبوط، ولا أنا بفتري على الناس دي؟ في النهاية منتظرين تعليقاتكم في قناة محمد كريم، وأشوفكم دايما على خير، منوريني دايما هنا في قناة محمد كريم. إن شاء الله كل جديد هتلاقوه، وبنحاول على قد ما يقدرنا ربنا سبحانه وتعالى إن احنا نطور من نفسنا. دمتم أينما كنتم. محمد كريم، السلام عليكم.